عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إيمان من قناة عالم إيمان التنظيم والوصفات. رجعت لكم البنات اليوم فيديو جديدة اللي غتكون عبارة عن تتمة الفيديو السابقة، واللي هي رحلتي القصيرة لمدينة الشاون. هذه المدينة الجميلة اللي صراحة زوينة بزاف، وكل مكان كنكتشفوه إلا وتيكون أجمل من المكان الأول. المهم ان شاء الله غادي نكمل لكم هذا الفيديو، وبزاف ديال الاخوات في الفيديو السابقه طرحوا عليا بزاف ديال الاسئله بخصوص الاقامه، الرحله، مهم اشياء كثيره انا غنحاول نجاوبها او نجاوب لكم على الاسئله ديالكم من خلال هذا الفيديو ان شاء الله. وكيف ما شفتوا البنات معايا في الفيديو السابقه، تسالينا في المنطقه ديال شفشاون تقريبا كامله. انطلقنا من الساحه الرئيسيه وشفنا دوك الدروبه ودوك الازقه اللي في اللون الازرق ودوك المناظر الجميله جدا. شفنا كذلك راس الماء والمنزل ديال لاله بنانه. بالنسبه للاخوات اللي مازال ما شافوش الفيديو السابقه، راه غادي تلقاوها هي اخر ما نزلت قبل هذا الفيديو. المهم البنات هنا غادي نبقاو مستمرين، غير الاشاره فخدينا وجبه الغداء ومن بعد عيينا بغينا نرتاحوا شويه لان جينا في الصباح بكري. قلنا غنقلبوا على شي مكان فين نقضوا فيه هاد الليله، وعاد نمشيو غدا في الصباح نزوروا اماكن اخرى، لان الصراحه الرحله ما كانش بروغرامي من الاول، ما ريزيرفيناش من قبل. حتى وصلنا عاد قررنا ان نبقاو لانها جذباتنا والجمال ديالها جذبنا، وقلنا علاش لا ما نجلسوش ونكتشفوا اشياء اخرى. المهم هنا غادي نمشيو نقلبوا على واحد لوتيل فين غادي نباتوا ان شاء الله. بالنسبه للاخوات اللي سولوني في الفيديو السابقه على الاماكن فين تقدروا تنعسوا، الصراحه البنات لاحظت بان موجود الخير. يعني بالنسبه لهذه المدينه فيها لي زوتيل، لي زوبيرج، الرياضات، فيها كذلك البيوت في المدينه القديمه اللي كيكريوهم الناس. يعني واخا ما تريزيرفوش من قبل اكيد غادي تلقاو. وبالنسبه للاثمنه فعلى حساب كل بودجي وعلى حساب لي مومبر ديال العائله، كاين من 150 درهم حتى 1000 درهم. يعني كاين الاختيار وكاين لو شوا. يعني هذه واحد المساله اللي زوينه بزاف. اما بالنسبه لينا البنات فاحنا يكون عندنا جوج ديال لي كريتير. بغينا واحد المكان اللي يكون هكا تقليدي، كيف ما كتعرفوا حنا ساكنين في مدينه الدار البيضاء وفيها بنايات عاليه وفيها ضجه والسيارات، فبغينا نخرجوا من ديك لا روتين ونشوفوا شي حاجه هكا اللي تكون تقليديه. يعني ديك المنازل ديال الشاون التقليديه المعروفه بديك النوافذ الجميله وداك الشكل يعني تيبيكمون ماروكان، وفي نفس الوقت بغينا تكون كتطلع على شي منظر زوين، يعني الطبيعه او الجبل الى اخره. هنا البنات بقينا كنقلبوا كل مره كندخلوا لشي مكان وكنشوفوا على حساب لي كريتير ديالنا. هذا المكان البنات اللي غنصور لكم الان هو ما جلسناش فيه في الصراحه، ولكن عجبني. واخا ماشي تقليدي بحال اللي بغيت، ولكن قلت غنصوروا بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم الامر هادو زابارتمون اوتيل، يعني ابارت اوتيل اللي كبار ومجهزين. فاحنا ما قدرناش نجلسوا فيه لان احنا فقط شخصين وهما يعني ديزابارتمون كبار. يعني هادو بالنسبه للاخوات اللي بغيو هكا يمشيو مع العائله الكبيره، مثلا الاطفال والجد والجد، يعني كديروا هكا داك الرحلات يعني اونتر فامي، فهما زوينين بزاف. وكاينين في وسط المدينه. يعني احسن حاجه كاينه في الشاون هي كاع لي زوتيل وكاع دوك لي زوبيرج ولي غياد راهم كاينين في قلب المدينه، يعني ما كتحركوش بالسياره نهائيا. وما شاء الله البنات الطبيعه رائعه جدا وخلابه كيف ما كتلاحظوا، يعني ما كتسخاوش بها نهائيا، خصوصا في الصباح بكري ملي كتستيقظوا على صوت العصافير وداك الهدوء ديال المدينه. بصراحه يعني واحد الجمال لا يوصف. المهم هنا بقيت مستمره كنصور لكم هكذا شويه. هذا المكان كاين يمكن في الاعلى ديال الفندق، وصافي من بعد غادي نهبطوا لان كما قلت لكم فيهم لي زابارتمون كبار بزاف وما كانش عندهم غرف لشخصين، كان كلشي عامر، يعني كلشي كان كومبلي. صافي هنا غادي نمشيو غنبقاو مستمرين وغادي نوريكم الفندق اللي غنجلسوا فيه في النهايه. صافي البنات هنا اخيرا لقينا الفندق اللي كنا كنقلبوا عليه، هو اللي كتلاحظوا الان كيف ما كتلاحظوا فيه كاع ديك الكريتير اللي بغينا. فهو تقليدي هكذا وعريق وفيه واحد المنظر رائع جدا غنشاركوا معكم ان شاء الله ملي غادي ندخلوا.
المهم هنايا هاد لوتيل سميتو اوتيل مدريد، كيف ما كتلاحظوا جا في الدخله ديال الساحه ديال شفشاون، يعني جاي على الطريق وباين بزاف ومعروف بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم الامر. هذه هي الدخله ديال الفندق، كيف ما كتلاحظوا زوين بزاف البنات، وانا عزيز عليا هادشي التقليدي واللي فيه ديك الزخرفه المغربيه داكشي ديال العود كيعجبني بزاف. المهم هنا ما قدرتش نصور لكم في الصباح، يعني في العشيه بلوتو منين دخلنا، لان كانت شويه الدنيا عامره في الغرفه ديال الجلوس. فحتى الصباح ملي خديت وجبه الفطور عاد صورت لكم داكشي كامل على خاطري. المهم دابا غادي ندخلوا للغرفه باش نرتاحوا، ومن بعد غنتلاقاو. لان البنات غادي ندير لكم واحد الجوله في الغرفه باش نشاركها معكم ونقول لي الراي ديالكم، لان الصراحه انا عجبتني بزاف داكشي اللي كنت كنقلب عليه، يعني داكشي التقليدي وفي نفس الوقت زوينه وفيها واحد المنظر زوين بزاف. المهم هنا هاد الغرفه ديال شخصين، يعني غير الاشاره في لوتيل عندهم الغرف على حساب العدد ديال الاشخاص، كاين شخصين 3 4 الى اخره. وصافي هنا عندنا هاد البالكون اللي كيطلع للمدينه او على الشارع اللي كيدي للساحه، يعني قريب بزاف. وفي الجهه الاخرى غنوريكم واحد المنظر زوين بزاف كذلك كيطلع للطبيعه. بالنسبه للغرفه البنات فهي واحد الغرفه اللي مجهزه، فيها لاكليم، فيها الشوفاج، مهم داكشي كامل تحتاجوه، الحمام سخون كذلك، التلفازه، مهم كاين الهاتف، اي حاجه بغيتو تحتاجوها راكم غتلقاوها في الغرفه. وبالنسبه للريستوراسيون كذلك فهي متوفره في هذا الفندق، يعني اي حاجه طلبتوها سواء غداء او العشاء فكيطلعوها لكم حتى لعندكم الا بغيتو. والفطور كيكون كذلك في الصباح، كيكون واحد لو بوفي غنشاركو معكم غدا ان شاء الله. واحسن حاجه البنات هو هذا المنظر الجميل اللي كتلاحظوا واللي كنشوفوه من الغرفه، يعني واخا ما نخرجوش للبالكون، يعني من الداخل كيبان لكم هذا الشيء كامل شكله زوين بزاف وداك الجبال رائعه جدا. المهم هذه هي مدينه الشاون الجميله. رجعت لكم البنات من بعد ما ارتاحينا شويه لان تمشينا بزاف هذا الصباح. المهم هنايا عاودنا خرجنا الان الساعه كتشير تقريبا 7:30 او 8 قل الثلث، باقي شويه الحال باقي الضوء. قلنا غادي نخرجوا نضربوا واحد الدويره في المدينه ونتعرفوا كذلك على المدينه في المساء، كيكونوا فيها اضواء وكيكون شكلها زوين بزاف. وحتى هي يعني ما واحد المدينه اللي كتبقى مستمره يعني للساعات الاولى من الصباح، يعني كيبقاو الحوانت فاتحين وداكشي كامل تيبقى، كاين المقاهي الى اخره. المهم غادي ناخذ واحد الوجبه ديال الكوتي خفيفه لان تغدينا قبيله شويه بكري، قلنا ناخذ واحد الوجبه ديال الكوتي ومن بعد العشاء ناخذوه متاخر. هذه انا كنسلم عليكم من خلال المرآة وغادي نهبطوا. كاين واحد الحاجه اخرى البنات اللي بغيت نشارك معكم، اكتشفنا بان كاين المهرجان ديال الاغنيه الاندلسيه في الساحه فين كنا هذا الصباح. صراحه انا شخصيا عمري ما حضرت لشي مهرجان اون ديريكت ديال الاغنيه الاندلسيه، وقلت علاش لا هذه المناسبه ندخلوا ونكتشفوها ونشوفوا داكشي كي داير. انا غنديكم معايا ونرجعوا ونتلاقاو بعد قليل.
خدينا البنات واحد الكوتي خفيف، كما لاحظتوا الحريره المغربيه صراحه عندهم زوينه بزاف. وهنا راه كاين الاماكن كثيره فين تعشاو اولا فين تفطروا، موجود الخير. المهم البنات هذه هي حديقه القصبه. هنا فين غادي يديروا المهرجان اولا هذيك الموسيقى الاندلسيه هذا المساء. انا دخلت غير باش نصور لكم هكا مادام الدنيا باقا شويه خاويه، ان من بعد تعمر الدنيا بزاف وما نقدرش نصور. المهم هذه راه كاينه وسط الساحه ديال شفشاون، وغدا ان شاء الله في الصباح راه غنديروا فيها واحد الجوله ونوريكم كاع الاشياء اللي فيها في الداخل. هنا كانت الفرقيله كدير واحد لي سي ولا واحد لو تيست غير يعني بيدمان، حتى المساء عاد غتغني اوفيسيلمون. هنا البنات خرجنا من السهره الصراحه كانت زوينه بزاف، ولكن ما بغيناش نتعطلوا لان غدا بغينا نفيقوا بكري. تقريبا هنا الساعه كانت 12:30، خلينا السهره باقا مستمره، ولكن خرجنا باش ناخذوا هكذا وجبه العشاء، وغدا ان شاء الله في الصباح بكري غادي نتلاقاو. ورجعت لكم البنات. الان الساعه كتشير 7 صباحا، يعني الصباح بكري. المدينه فيها هدوء كبير، يعني كاين السكات وكاين الصوت ديال العصافير، واحد الطبيعه رائعه جدا وجميله كيف ما كتلاحظوا معايا الان. كيف ما قلت لكم الصراحه ما كتسخاوش بهذه المناظر الجميله نهائيا. المهم هنا غادي ننزلوا باش ناخذوا وجبه الفطور، ومن بعد نتلاقاو باش نديكم لواحد المكان جديد.
اما بالنسبه لبنات الوجبه الفطور، كيف ما كتعرفوا مدينه شفشاون معروفه بالفطور التقليدي الشمالي، فنفس الشيء بالنسبه للفندق، فكيديروا واحد الفطور اللي تقليدي فيه يعني اشياء متنوعه ومختلفه. كاينين الانواع ديال الحساء، كاين الشباكيات التمر، كاين هادشي كنرافقوا به يعني الفطور ديالنا في الصباح. بالنسبه للجهه الاخرى ما قدرتش نصورها لكم لان كانوا فيها الناس بداو كيفطروا، فما بغيتش ندوز الكاميرا. كانت فيها الشاي، القهوه، الانواع ديال العصير، الحليب، المهم كانت اشياء كثيره في الصراحه، كل ما كتحتاجون نتوما في الصباح. الفطور البلدي كان البيض، كاين الخضروات اللي كيحطوهم في الصباح، الانواع ديال الجبن الى اخره. المهم الحمد لله كانت اشياء كثيره متنوعه ولذيذه. وبطبيعه الحال ضروري من البصاره المغربيه اللي عندهم عاده يعني مؤكده. صافي البنات، من بعد ما خدينا وجبه الفطور، واحد الوجبه اللي هكذا متكامله وصراحه لذيذه، الان غادي نخرجوا باش نشارك معكم اخر مكان في هذه الرحله. ولكن قبل البنات بغيت نقول لكم بان لوتيل مدريد كان واحد لوتيل اللي زوين بزاف صراحه، وانا خديت من عندهم واحد التجربه زوينه. ودائما اي حاجه كتعجبني راني كنشاركها معكم، ماشي باش ندير لهم الاشهار ولكن بالفعل كان في المستوى، فكنصحكم به. بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم الامر، راه كاين في لافينيو حسن 2 اولا شارع الحسن الثاني بمدينه شفشاون، وراه قريب بزاف للمدينه. وحتى الناس ديالو الصراحه اللي هما اللي عجبوني اكثر، لانهم اكيون ومبشورين يعني وكيرحبوا بك وكيعاملوك واحد المعامله اللي زوينه بزاف. اخر حاجه البنات غادي نزوروا قبل ما نرجعوا هذا المساء هي القصبه. القصبه واحد المعلمه تاريخيه في مدينه شفشاون، يعني عندها سنين عديده جدا، واي واحد كيزور هذه المنطقه ضروري انه يدخل ويشوفها من الداخل ويكتشفها. فيها واحد المتحف، وكيعرفوا كذلك بالصناعه التقليديه ديال مدينه شفشاون يعني في السنوات يعني القديمه جدا. وغير الاشاره، فالقصبه كاينه في ساحه المخزن، يعني الساحه اللي كنا فيها يعني البارح واليوم في الصباح، نفس المكان فيه كاع هذاك الشيء اللي يمكن لكم تشوفوا في شفشاون. يعني ما كتمشوش مساحات كبيره او لا، يعني كتاخذوا السياره من مكان لمكان، فقط على رجليكم كتكتشفوا المنطقه باكملها. صافي البنات، انا غادي نوقف الفيديو هنا، غادي نخليكم مع واحد الجوله. كنتمنى اني نكون جاوبت على جميع الاسئله اللي خليتوا لي في الفيديو السابقه. بالنسبه للاخوات اللي مازال عندهم اسئله اخرى، خلوها لي دائما اسفل هذا الفيديو في التعليقات وانا غنجاوبكم كيف ما العاده. كنتمنى البنات الفيديو نتاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوني اليوم، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بجديد. اللايك ديالكم ولي كومونتير دائما تفرحوني وكيدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا بفكره جديده وموضوع جديد، تنقول لكم الى اللقاء.